نتوما لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كلشي مزيان. رمضان مبارك سعيد علينا وعليكم. وهاد اليوم نقدم معكم واحد الشهيوه ظريفه وخفيفه بزاف اللي هي الشهده. كلشي كيعرفها، انا غنقدمها بالطريقه ديالي كما كتخرج لي انا جربت بزاف د الطرق. هاد الطريقه هذه صافي اعتمدتها لان هي اللي كتخرج لي مزيونه وقطنيه وهشه. المقادير ديالها بساطين، ما فيها شي مقادير بزاف، واقتصاديه، وفي نفس الوقت كتخرج مزيونه وبنينه وقطنيه. خليكم معايا تشوفوا معايا نوريكم مقادير وانا كنعملو. معنا كاس ديال الحليب، كاس ديال الحليب عادي اي حليب. عندنا كاس ديال الماء دافي، عندنا الحليب دافي، كاس ديال الحليب دافي وصافي ماشي سخون، هي دافي. وكاس ديال الماء عاود دافي. ها هما. عندنا نص كاس ديال السكر اللي كاس اللي ايصو به كلشي. عندنا نص كاس ديال السكر، وعندنا ملعقه كبيره، عندنا ملعقه هيدا كبيره د الخميره هانتوما كتشوفوا. وعندنا كاس د الطحين. غنبداو بهذا الكاس الاولاني ياك، هذا غادي نعملوه ونخليو هادو يتفاعلوا مع بعضهم. غنحرك ونخليهم واحد 6 دقائق 3 دقائق 5 دقائق على حسب. المهم انا غنخلط مزيان. هيدا دائما البريوش اولا الشهده اولا اي حاجه اللي خصك تخرج قطنيه، دائما خصك تخلط هاد الخميره مع الماء والسكر والحليب وهذا، تخليهم واحد شويه باش يتفاعلوا. عاد تكمل الوصفه. انا غنخليهم واحد 5 دقائق ونرجع معاكم. انا رجعت معاكم من بعد ما تفاعل الخليط ديالي. كما كتشوفوا كيف كيرجع ثقيل شويه، لان هذا اللي خلطته تفاعلوا مع بعضهم. دابا غنكملوا على على المقادير ديالنا. غادي ناخذوا هيدا نص معلقه د الملح، نص معلقه هيدا صغيره ماشي غير شويه، يعني نص معلقه هيدا. وغادي ناخذوا نص كاس د الزيت، هذا بنفس الكاس اللي عبرنا به كلشي كناخذوا العبار. نص كاس د الزيت. كناخذ فانيلا، خنشه د الفانيلا صافي. نخلطوا دابا مزيان. دابا كنبداو نضيفوا الطحين. غادي نعبر معكم. دابا عملنا الكاس الاولي اللي خليناه يتفاعل مع الخميره والحليب وهذا والسكر. دابا غنضيفوا الكاس الثاني. انا عندي الطحين مغربل، انا غربلته وقسمته كما كتشوفوا. الكاس الاول وكنخلطوا مزيان باش ما يبقاوش عندنا حبيبات تكتلات ديال الطحين. كنزيدوا الكاس الثالث عفوا. حنا دابا ضفنا الثاني، دابا عندنا الثالث. دابا غنضيفوا الكاس الرابع. وغنضيفوا معاه واحد الخماره حمراء فيها 8 غرام، 8 اولا 7 ماشي. غادي نخلطو بيدنا. انا صافي دابا تقال معنا الخليط، خصنا ضروري نستعملو يدنا. كندخلو الكاس الرابع مزيان في العجينه
دابا كاين كاس خامس. كبيت النص غادي نخلط، غنجمع وغادي نشوف. دابا خصني غنزيد، اذا بركه اذا تجمع لي العجين على الطريقه اللي خصني غادي نوقف. المهم انا ضفت، نتوما كتشوفوا ضفت النص. باقي خفيف، غنضيف النص اللي باقي لي، يعني 5 كيسان. دابا دخل فيه على هاد الشكل. نتوما كتشوفوا باقي كيتلصق في اليد، غنخليه شويه باش يشرب ونشوفوا. اذا باقي خصني نزيد له مثلا، اذا بقى رطب على حسب. دابا هاد المعجنات كيكونوا على حسب نوع الطحين، على حسب نوع الدقيق يعني. المهم انا غادي نخليه هيدا شويه ونرجع معاكم. اذا كفاتني يعني اذا كفاوني هاد 5، وملي نخليوه هاد 5 دقائق نجبرو شرب بالطريقه اللي خصني، غادي نرجع معاكم. اذا زدت له انا ملي غادي نرجع نقول لكم واش زدت له شي شويه طحينه ولا لا. المهم خليكم معايا 5 دقائق ونرجع معاكم. هنا رجعت معاكم من بعد ما جمعت العجينه ديالي على الشكل اللي خصها تكون. نتوما كتشوفوا الملمس ديالها رطبه مجموعه. زدت لها نص كاس د الطحين وجمعتها مزيان. عملت شويه زويته في يدي وجمعتها. هي خصها تبقى خفيفه هيدا بهاد الطريقه هادي، ما تكونش اصحى. ها نتوما كتشوفوا، ها هي كيف هي بهاد الشكل هذا خصها تكون. صافي دابا غادي نخليها ترتاح، غادي نرجع معكم باش نكور الشهده ديالي، باش نعدل الشكل ديال الشهده ديالي. هنا رجعت معكم من بعد ما ساليت، يعني خليت العجينه ديالي حتى رتحت مزيان. ها هي على هذا الشكل، هي بقى خفيفه. المهم خليتها رتحت، من بعد عدلتهم هادو كورتهم على هذا الشكل هذا. نتوما كتشوفوا انا عملت فيهم الزبيب والشوكولاط. اللي بغى يعمل فيهم كونفيتور ولا شوكولاط بوحده ولا الزبيب والكركاع اللوز، انا كل مره كنبدل. المهم هاد المره عملت فيهم الشوكولاط مع الزبيب. هانتوما كتشوفوا على هاد الشكل هذا. كنلويهم كما لويت هادو كاملين. نوري لكم الطريقه. كدهنوا يدكم بالزيت بالحار، شويه الزيت صافي، وكنحطهم هنايا. دابا غنخليهم حتى يخمروا مزيان، يخمروا باش ندهنهم بصفار بيضاء وعاد نطيبهم. المهم خليكم معايا حتى يخمروا ونرجع معاكم. انا رجعت معاكم من بعد ما خمرت الشهده ديالي على هذا الشكل. خصها تخمر على هذا الشكل، يعني تخمر مزيان مزيان. اذا كنتو مثلا مزروبين كتشعلوا الفران واحد شويه غير كيسخن، كتدخلوها فيه كتخمر دغيا، كتساعدوها انها تخمر دغيا. دابا صافي، دابا غادي نزيد غادي ندهنها بالوجه ديالها. غندهن الوجه ديالها بصفار بيضاء. انا عملت غير صفار بيضاء، ما عملتش البياض. كتحاولوا تدهنوها بشويه باش ما تطيحش هذا خميره. بحال هيدا، يعني بشويه على الشيطه، ما تكيوش عليها باش ما تفرغوش الهواء اللي تنفخت به. بهاد الطريقه هيدا بشويه وصافي. صافي انا غنكمل غنكمل الدهن ديالها بصفار بيضاء ونرجع معاكم. غادي نعملها طيب ساعاتك ونرجع معاكم في شكل النهائي. وجدت الشهده ديالنا، هانتوما كتشوفوا على هذا الشكل، جات غزاله وهشيشه ورطبه. هانتوما كتشوفوا كيف كتجي واعره. غنقطع لكم واحد طرف منها. هانتوما كتجي باقا سخونه.
حتى تبقى سخونه. هانتوما كتشوفوا كيف النيه باقي كيطلع الربو ديالها. ها هي بهذا الشكل. ها كتشوفوا هي كيف كتجي رائعه قطنيه بزاف. كتشوفوا كيف النيه هي للسحو كتشوفوا مهم. ها شكلها النهائي واضح ومقادير مضبوطه 100%. خذوا نفس المقادير اللي خدتها انا، جربوها. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في الكومنتيرات اذا عجبتكم، وقولوا لي كيف جاتكم. راه هي اقتصاديه بزاف ما فيها والو، يعني حتى المقادير ديالها بساطين بزاف والنتيجه ديالها روعه. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا، ونخليكم دابا بسلامة عليكم. فيديو اخر ان شاء الله، وكنتمنى تدعموني في القناه ديالي ودعملوا لي لايك الفيديوهات ديالي باش تزيد تنتشر، باش تطلع شويه قناه. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله، ورمضان مبارك سعيد.